السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا ومشاهدين قناة أبو زهرة الزراعية، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد هنوضح فيه الطريقة الصحيحة أو الأسرع في زراعة عود شتلة المانجا، لأن في طرق كتيرة للزراعة ولكن هي دي تعتبر أسهل الطرق، ويمكن احنا منزلين على القناة كذا طريقة، فدي أسهل الطرق يعني لزراعة. احنا حاليا بنزرع صنف السكري. طبعا اختيار العود أهم حاجة فيه، واختيارك للمشتل ده أهم حاجة بالنسبة للسكري بالذات. احنا طبعا اول حاجه بنعملها قبل الزراعه لازم نكون عاملين مظبطين الجور بتاعتنا، الطريقه اللي هنزرع بيها سواء كانت انفاق ولا جور. وفي نفس الوقت لازم نكون حاطين الخدمه بتاعتنا اللي هي الكمبوست او السباخ البلدي، ايا كان بقى الماده العضويه اللي انت هتحطها، مع الكبريت والصوبر اللي هي الاضافات المعروفه. بعد كده بنخمر الجوره بتاعتنا من اسبوع ل 10 ايام، او على حسب بقى، ممكن تخمر اكتر ممكن تخمر اقل على حسب ميتك، ودي طريقه الزراعه. اول حاجه طبعا احنا زي ما حضراتكم شايفين هنا الجذور دايما بتبقى طالعه من الجذر، معنى كده ان الجذر ده ممكن يكون فيه عمليه التفاف داخلي، فاحنا عشان نتفادى القصه دي فلازم بنعمل عمليه تطويش للجذر. فاحنا بنستخدم هنا صفيحه منشار، بتبقى اسهل من الطريقه اللي هي بتاعه القطر او الموس، وبعد كده ابدا بالمقص اقص. احنا الطريقه ديت احنا حاطينها على القناه، فدي الطريقه الثانيه زي ما حضراتكم شايفين. بنقوم بعمليه خصي مباشر كده اهو. هنا انا زي ما حضراتكم شايفين كده انا عملت عمليه الخصي اللي انا عايزها، بحيث ان انا ابعد عن منطقه التفاف الجذري، وبنزل بالكيس واراعي ان انا لما اردم بالتربه اللي هي ايه الرطبه، ما اردمش بتربه تكون ناشفه. واسحب الكيس، اقدم جزء واسحب الكيس. طبعا لو في زلطه وفي اي حاجه بتقابلني يفضل ان انا اشيلها زي ما حضراتكم شايفين كده، ويفضل برضو ان انا احتفظ بالكيس لفتره عشان خاطر احمي ساق الشجره ما يشققش معايا من الميه والشمس. يعني الجزء ده انا بحتفظ بيه لفتره لحد ما بيتشال لوحده او يتاكل لوحده. وبكده يبقى احنا زرعنا عود الشتله بتاعتنا. اهم حاجه اراعي فيه ان العود يكون مش مردوم عليه مساحه كميه رمل كتيره، في نفس الوقت ان انا العيدان بتاعتي تبقى ماشيه في خطوط مستقيمه. زي ما حضراتكم شايفين كده طريقه التتليت احنا بنزرع بالخيط. دي كانت اسهل وانسب طريقه لزراعه المانجا، وكان معكم حسام ابو زهره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.